ابنك مش مجنون، بس اللي بيحصل له حقيقي ومحتاج تدخل دلوقتي. ابنك مريض، عنده حالة اسمها فصام، وزي أي مرض تاني بيتعالج. الفصام هو اضطراب في طريقة عمل الدماغ، بيأثر على التفكير، الإحساس بالواقع والانفعالات، لكنه مش تعدد شخصيات زي ما الناس فاهمة، ومش وصمة عار. واحنا عارفين الأسئلة اللي بتخطر في بالك: ايه اللي حصل؟ هو هيفضل كده طول عمره؟ هل في علاج؟ طب انا اساعده ازاي؟ كل دي اسئله طبيعيه جدا، واجابتها ان ايوه، الفصام ليه علاج. التحرك بدري بيفرق جدا. في مستشفى موافي للطب النفسي بنتعامل مع الفصام بمنهج علاجي شامل ومبتكر، خطة علاجية فردية بتناسب كل حالة، أدوية حديثة بإشراف أطباء بخبرة أكتر من 12 سنة في المجال، جلسات نفسية وتأهيل سلوكي واجتماعي، دعم نفسي للعيلة ومشاركتهم في العلاج لأنهم لازم يشاركونا. الدعم اللي بتقدمه لابنك وفهمك للمرض هو بداية حقيقية للتعافي. ما تخليش الخوف أو كلام الناس يمنعك من أول خطوة. كلمنا واسأل حتى لو مش هتبدأ النهاردة، بس خليك دايما فاكر ابنك مش مجنون، ابنك محتاج فرصة حقيقية يتعالج ويعيش.